بيب جوارديولا كان قعد كده على حيله، وقع من على حيله يا جدعان. عارف انت اما الصدمه فجأة جات لك صدمة كده وقعت على حيلك. كان ربنا يكون في عون جوارديولا لو كان الجون دوت حصل بسبب اكانجي. يعني انا والله العظيم اتخضيت عليه، قلت الراجل ده هيجرى له حاجة، ده هيجرى له حاجة. يا السلام عليكم ورحمة الله، معاكم زيكا. والراجل ده سيتي من غير ما كانش هيشوف دوري يعني. والراجل ده برضو يعني بيب جوارديولا كان هيجي له سكتة قلبية. كل اللي تعب فيه مانشستر سيتي كان هيروحها بقى المنصورة، اللي لما الراجل دوت نزل بقدرة كده ربنا بيدبرها لبيب جوارديولا. بيقول له بص، يعني انا هصيب لك الحارس وهحط لك الحارس اللي فعلا هيصد لك الكور اللي كانت عماله تحصل عليك دي من توتنهام. الراجل دوت المفروض ان كل مشجع مانشستراوي اللي هو بيشجع مانشستر سيتي يعني يغير صوره البروفايل بتاعته ويحط صورته كده ايه هو مكانه. يعني الراجل دوت هو لو السيتي اخد الدوري هيبقى بسببه. أما الراجل ده اللي هو اكانج الله يخرب بيته، الراجل دوت بيعمل كوارث بس في السيتي. يعني هو ما كفاهوش ان هو كان سبب كبير فشخ ان هو ضيع الابطال على السيتي قدام ريال مدريد. قال لك بص بقى انا ايه، انا هعملها كمان فيهم ايه في الدوري. قال لك بص بقى خد يا بيب جوارديولا. بيب جوارديولا كان قعد كده على حيله، وقع من على حيله يا جدعان. عارف انت اما الصدمه فجأة جات لك صدمة كده وقعت على حيلك. كان ربنا يكون في عون جوارديولا لو كان الجون دوت حصل بسبب اكانجي. يعني انا والله العظيم اتخضيت عليه، قلت الراجل ده هيجرى له حاجة، ده هيجرى له حاجة. اما الراجل دوت اللي هو هالاند، فتقريبا هو جايب ايه 27 او 28 جون في الدوري السنة دي. عايز اقول لك هو السنة دي جاب اقل من السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كان جايب تقريبا 40 جون. ولكن في حاجة ان الراجل دوت من غير دي بروين تقريبا ما لعبش نص السيزون. هالاند بيلعب من غير دي بروين اللي هو تقريبا بيديله نص اهدافه في السيزون. طبيعي الراجل بدل ما يجيب 40 جون هيجيب لك 30 بس، يعني لوجيك جدا. ولكن الراجل برضه فشيخ. يعني الراجل بص، الراجل هو اللي بيعمل الفرق مع مانشستر سيتي. الراجل جايب لهم الجولين النهارده، الراجل بيخلص ماتشات. يعني بالنسبه لي افشخ مهاجم في الكره المستديره حتى الان، مهاجم رقم 9، مش مهاجم عامه. اتكلم بقى على السيتي ولاعيبه السيتي والمهاجمين بتوع السيتي. فالراجل دوت دي بروين، الراجل ده فشيخ. او انت فشيخ كده ازاي يا اخي؟ انت عليك بساط. انت حلال العقد وحلال المشاكل والسحب بتاع الدوري الانجليزي. انت حط اي حاجه جامده ونسيبها لدي بروين وما تقلقش، يعني هتيجي معايا. عارف انت المثل اللي هو لك الرشاش والطلقه؟ فالرشاش هو دي بروين والطلقه هو هالاند. الاثنين لازم يبقوا ايه مع بعض كده، وهتشوف مانشستر سيتي في حته ثانيه. اما فودن يعني بالنسبه لي الراجل جاب 18 جون. الراجل انت فشيخ كده ازاي؟ الراجل عليه باصه. يعني الجون التاني دوت اما فودن شوط هو مش عارف هو شاطها ولا بصاها ولا عمل فيها ايه. فاصمه بصيه من نص الملعب راحت للجون، دوكو قشها يعني فجاه جاب ضربه جزاء. بص على اللي بيعمله فودن في الجون الاول وفي الجون الثاني، هو اساس كل جون بيجي في مانشستر سيتي. يعني بص هو بالظبط بتمشي كده: فودن، دي بروين، هالاند. الدوري الرابع على التوالي بالنسبه لمانشستر سيتي، واللي ما حدش عملها في الدوري الانجليزي. خلاص تقريبا بنسبه 95% اتحسن، فاضل له بس 5% كده اللي هو التاتش الاخير اللي هو الماتش الاخير. وبيب جوارديولا يعمل الاسطوره من اللي السير اليكس فيرجسون ذات نفسه ما عملوش. طبعا لسه ما نقدرش نحكم، ومحدش يقدر يحكم الدوري الانجليزي اللي ممكن يحصل فيه غير لما صفاره الحكم تنطلق. هنشوف الجوله الجايه والاخيره ايه اللي هيحصل. وبس كده. واخيرا ولا سيخانا كان معاكم زيكا. لو انت لسه مش عامل سبسكرايب ولا مفعل الجرس فانت خسران كتير. اعمل دوت دلوقتي. وانت مش عندي على الفيسبوك تعالى عندي على الفيسبوك، هتتبسط. هتلاقي هناك مقالات وستوريهات، هتلاقي حاجات كتير قوي، هتتبسط هناك. ها